اجتمع الأحباب في يوم يشهد للنور على الظلم، وللقوة على الهوان. فكم من منكسر أعزه الصبر، وكم من ظالم أذله الخسران. أهلا بيك يا حسن. الظلم اللي شفته ما يتحملوش بشر، لكن الحق رجع وربنا أنصفك. مولاي السلطان، الحمد لله على عدلك وعدل حكمك. أنا شاكر ليك والكل اللي وقفوا معايا. وزين الدين صديقك الوفي ده كان له دور كبير، شجاعته وصبره هو اللي حرك الحق من مكانه. ده واجبي يا مولاي، ما عملتش غير اللي يرضي ربنا. والتجار كانوا على وشك الثورة، لكن كلام زين الدين عقلهم. دي الشجاعة الحقيقية. يا مولاي، زين الدين ما كانش صديق حسن بس، ده كان سندي وقت شدتي. ربنا يجازيه كل خير. البنت دي وأسرتها لازم يكونوا قريبين مننا، خليهم يعيشوا في القصر. المكان ده هيتشرف بوجود عائلة زي دي. موافق يا سلطان. يا حسن، المملكة محتاجة رجال شرفاء زيك. بعد اللي حصل شفت فيك الإخلاص والصبر. لو قبلت أنا أعرض عليك تكون وزير في ديوان التجارة. وزير؟ مولاي السلطان، أنا؟ الحمد لله، الحمد لله، ده من فضل ربنا يا حسن. وبنتنا جت الدنيا أميرة، وهتكبر هنا في القصر أميرة. ما تتعجبش يا حسن، ربنا رفعك لأنك صبرت، وأنا محتاج حد زيك يعاوننا على الظلم اللي لسه بنواجهه. أشكرك يا مولاي. أنا على استعداد أخدم السلطان ومصر بكل إخلاص. مصر في خير طول ما فيها ناس زيكم. بابا بابا وليه؟ بابا بابا